افتح الطريق يا ابني عشان ابو محمد داخل. السلام عليكم، تاني اربع وتاني اسبوع وتاني حلقه من برنامج ايه الدنيا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم احمد بيه بني ادم. نزلت لكم ستوري على الانستجرام قلت لكم فيها تحطوا لي افلام قصيره او اسامي ممثلين على تيك توك لو انتوا قمتوا بالواجب وزياده بصراحه، فشكرا. واعملوا لي فولو على الانستجرام عشان انا تقريبا كده هحتاجكم كل اسبوع خلاص تبعتوا لي حاجات. انا فاشل في الموضوع ده بصراحه، مش هنكدب على بعض. ممثلين التيك توك ايه الدنيا. اشرف العالمي 4.8 مليون فولور و72 مليون لايك. الكاريزما فيا شيء الهي. ماشي، تعال نشوف بيقدم ايه اشرف العالمي. الغشاش والتوأم الجزء الاول. تمام، عجبني ده. عامل كام؟ عندي مشكله عامه مع الافلام دي يا جدعان، ان الافلام دي كلها معتمده على الصوت ده، اللي هو في اي حاجه ممكن تتقال حرفيا، في اي حاجه اللي هو صحيت من النوم مثلا. مش عارف هو دي تقريبا حاجه ملفته او دي الحاجه اللي تقريبا فاكرين ان هي بتجيب فيوز، مش عارف بصراحه. بس تعالوا نشوف الفيلم ده. تمام، عجبني ده. عامل كام؟ ده 300 جنيه. احلى 300 جنيه. تمام، خلي ده معاك بقى وتعالى ورايا. يا جماعه انا اي حاجه بيشتغل عليها بجد. اغنيه واقف مصدوم في مرايتي كانت بتاعت مسلم ولا كانت بتاعت واحد اسمه ماين، واحد تاني غير مسلم، بس هو عامل نفسه مسلم او مسلم عامل نفسه الراجل ده، انا مش عارف، بس هو وسط كده معين. بيعملوا اغاني مخصوص عشان يمثلوا عليها في التيك توك تقريبا، او يحطوا عليها مشاهد مسلسلات مصريه قديمه. تلاقي كده زي بيلد اب طويل كده اللي هو انت كده بتبتدي تخاف، تبتدي تقلق، تبتدي تشوف هيقولوا ايه، فتلاقيه بيقول حاجه يقعد يطلع بالصوت لحد الصدمه بقى. واقف مصدوم في مرايتي حبايبي. بس فانا مش عارف بصراحه هو الفيديو ده يعني لو اتفرجت عليه هجيب لي كوبي رايت ولا لا، بس قشطه يعني هضحي عشانكم يا رجاله. فاكر عمري ما انسى في دماغي الاسم. تيمو، ايوه شوف الزبون اللي نازل ورايا ده. اتفضل. تحت امر حضرتك يا فندم، نورتنا. نورك. يا رب يكون اللبس بتاعنا عجب حضرتك. ما كانش اشتراه يعني، حرفيا ما كانش اشتراه لو ما كانش عجبه. يا رب يكون اللبس بتاعنا عجب حضرتك. ايوه هو حرفيا عجبني، انا اخترته واشتريته، دفعت فيه 300 جنيه اللي الواد ده خدها ومشي وعمل صص فيس كده وقال لك شوف الزبون ده. فانا متاكد ان هو هيقول له هات ال 300 جنيه بقى. ان شاء الله يا فندم ما تكونش اخر مره. تحت امرك ان شاء الله. حسن. يا فندم الحساب بعد اذنك. نفس الساوند افكت. شفت الصدمه؟ بس هي لسه ما جاتش الحته اللي هيقول فيها واقف مصدوم في مرايتي حبايبي. حسن. يا فندم الحساب بعد اذنك. سابي، ما لسه محاسب الراجل لسه طالع ده. لسه طالع؟ مفيش حد طلع يا فندم. مش هو ده الراجل اللي واقف معاك؟ فوق يا ابني، الراجل ده مات من 3 سنين. مش واخد بالي منه. يا جمال بعد اذنك تعالى لو سمحت. ايه يطلع ورا؟ مش هو ده يا فندم الراجل اللي كان واقف معاك؟ واقف مصدوم في مرايتي. هو ده. انت خدت منه حاجه؟ لا، ولا التيشيرت عجبني قلت له خلاص انزل حاسب تحت. طب واحنا هنتبلى عليك يا فندم؟ زي ما حطوش الرزعه. قال لك ان هو ما خدش حاجه. هو جايبين توأم اعتقد، هو قال كده في الاسم الفيديو، فهو اتحرق. واحد ياخد الحساب والتاني يمشي والتاني يقول له فوق يا اسطى البياع ده مات من 3 سنين. خليهولك. ده اللي بيحصل بعد ما اتنين ينصبوا مع بعض. فلوس ايه؟ ما انا لسه محاسب الراجل لسه طالع ده. هو مين يا فندم اللي دخل ومين اللي في تاني ضحيه معانا. خرج يا فندم؟ الراجل اللي كان واقف مع حضرتك فوق زي ما هو اهو. يا جمال هو انت خدت من الباشمهندس فلوس؟ لا. طب ما هو يا فندم امال في ايه؟ طب انا يا صاحبي مش لسه مديك 400 جنيه فوق؟ لا. طب ما هو يا فندم امال في ايه؟ حضرتك هتاخده يا فندم؟ لا لا مش هاخده، خليهولك. واقف مصدوم في مرايتي. عملت ايه؟ فعلا كل اللي قلت لي عليه حصل. هما ليه مبسوطين؟ هو انتوا الاتنين اتنصب عليكوا يعني. يلا اعمل قلت لك عليه وانا داخل عليك. سلام. شفت الصوت ده؟ الصوت ده اقوى بكتير من ده اللي هو فيه معرفش بصراحه يعني، هياخد حقه في اللقطه دي. يا جدعان كلنا واخدين الحي والموت والنبي حد يلحقنا يا جدعان. طب كنتوا كنصوا المحل. يا عم ده عبيط باين عليه. كلم اخواتك يلا عشان هنقفل. يا اخواتي عاملين ثانيه واحده، هما 3 توأم. ايه؟ عملنا كام النهارده؟ يا عم عملنا اللي عملناه. حد شافكم النهارده ولا خد باله منكم؟ لا ما حدش شاف. اوه انا شفته. واقف مصدوم في مرايتي حبايبي لا يتلوني. وحتى ما قالش انتظر الجزء الثاني، بس هو كان مكتوب الجزء الاول. فانا عندي مشكله مع الافلام دي برضو، ان هي انت لما بتشوف جزء معين الساعه 3 بالليل كده قبل ما تنام، بيجي لك كده الفكره انك تشوف جزء تاني او ثالث او ايا كان اللي هو بينزل قدامك، فانت بتخش بقى تلف تجري ترمح في البروفايل ده كله عشان خاطر تشوف الجزء الثاني اللي فاتك، ومع ذلك ما بتلاقيهوش، او بتلاقي مثلا الجزء السابع مثلا بعد الجزء الاول. فخلاص كده الفيديو ضاع مني، خلاص مش عارف على ايه. انا عايز امشي من هنا بصراحه. تعال نشوف مكان تاني. احمد طارق فوكس
عنده اولموست 300,000 فولور و2.5 مليون لايك. الحمد لله صانع محتوى. السراج ستور للتفاح. هو عامل محل موبايلات او عامل محل بيبيع حاجات ابل، عشان مش عشان يبيع حاجات ابل، هو عشان يصور فيها فيديوهات. تعال نشوف مع بعض طفله بتبيع 3 اجهزه ايفون. اتفرجوا للاخر هتتصدموا من النهايه. بابا أيوة جايب كده خش عليا بالساوند افكتس. هي دي الافلام اللي تشدني بقى. ناقص كده حط لي بس مسلم في الخلفيه. ذبح عشان مش بنعرف حط نستعمل. لي مسلم يا جدعان. انا الفيديو ده حبيته خلاص اللي هو عايز ابدايهم. طب انت عارفه سعرهم كام دول يا حبيبتي؟ لا يا عم الاجهزه دي جايه له من بره فمش عارفه. كده ينصب عليها كده يقول لها الاجهزه دي عامله 20,000 يا سنس. لا كفايه البتاع دي خلاص انا اسف. محدش فهمها اصلا يا جماعه. البتاع دي كانت من اغنيه دنايرو بلانكو الفيرس بتاع حسين لما كان بيقول كارتيجي فينش كارتي في ايداي. طب بص يا حبيبتي، عشان انت زي اختي الصغيره ومحدش يضحك عليكي، الجهاز من دول عامل 5000 جنيه. ايوه ده حقيقي فعلا. بس لا يا اسطى ما تحورش. الجهاز يعمله بتاع 8 مثلا ولا حاجه. بس ازاي؟ انا بابا قال لي ان الجهاز ده اخر حاجه نزلت في الايفون. ايوه اغلى من كده يعني. قول 8 بالظبط. حتى جبتيه من بره يعني. هو في مصر تلاقيه يعمل له بتاع 60,000 جنيه مثلا. الجهاز ده غالي فعلا بس بره مصر مش هنا. ايوه هو عنده حق. شفت هو عنده نفس البوينت بتاعتي. يعني ممكن اطلع نصاب يا جماعه في يوم من الايام. هشوفهم في حته تانيه. استني بس تروح بيهم فين؟ خلاص انا اقول لك على حاجه حلوه، بدل ما اديكي في الجهاز 5000 جنيه هديكي 7000 جنيه. يعني مش 8 زي ما انا قلت. ليه يا عم ما جاتش على ال1000 دي؟ 7 خلاص حلوين. خلاص مش انا هجهز لك الفلوس ثانيه واحده. امسكي كده دول 20. يا رب ما اخد كوبرايت. يا رب ما اخد كوبرايت. وادي 1000 21000 جنيه معاك اهو. خلاص كده بتاع 21,000 سنس. يا جماعه خلاص انا بتعالج من الموضوع ده وهنبطله مع بعض ان شاء الله. مبروك عليك كده الاجهزه. عن اذنك انا بقى. احلى مصلحه على الصبح 150,000 جنيه ومن طفله 3 14 برو ماكس. صباح الايفون 14 برو ماكس ب 50,000. صباح البنت اللي جابت لي 3 موبايلات. يعني صباحك مكلفني 150,000 جنيه. ايوه هو فعلا لما تيجي تبيع في محل موبايلك فهو هو من كتر لهفته ان هو عايز يشتري منك الموبايل هو مش هيفتح الكرتونه يتاكد يعني حتى لو هيديك 20,000 او 150,000 جنيه فهو ما اظنش ان هو هيحتاج ان هو يفتح العلب. اكيد فيها موبايل يعني. يا بنت الحراميه يا كرتين فاضيه. 3 كراتين فاضيه ب 21,000 جنيه. ده ازاي صاحب محل ده مغفل قوي. بنت طلعت نصابه ومن غير توأم. ده بنت زي دي تضحك عليا انا في 21,000 جنيه. بس يلا مش مشكله، انا كده اديتها الفلوس المزوره. ايه هو انتوا بجد بتجهزوا لبعض؟ انا مش فاهم يعني هتوصلوا لفين بعد كده؟ ايوه يعني مين ضحك على مين دلوقتي؟ طب هل ده ليه جزء تاني؟ ده بنت زي دي تضحك عليا الله ده الجزء التاني في 21,000 جنيه. بس يلا مش مشكله، انا كده اديتها الفلوس المزوره. تيجي في بالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا امي اتفضلي ارتاحي. فضلك يا ابني. ايه ليه يعني ليه بجد داخله تنصب عليه تاني على نفس الراجل في نفس الحاجه؟ عايزين تليفون في حدود 20,000 جنيه. هو موجود بس معلش يعني في السؤال، واحده كبيره في السن زيك هتستخدم ايفون ليه؟ هو بغض النظر عن سؤاله الغبي انت واحد زيك تستخدم ايفون في ايه يعني؟ ما ممكن تكون بلوجر يعني. ام فرح رشدي بلوجر دلوقتي. لكن موضوعنا دلوقتي في ان هي بتدور على موبايل تشتريه ب 20,000. فهل هو هيديها الايفون ابو كرتونه فاضيه وهي هتدي له 20,000 المزوره تاني؟ تعال نشوف مع بعض. ما هو اكيد حضرتك مش لاقي هي، ده يبقى ليه ابن انا اللي هو حافظها. ربنا يخليه لك ويخلي لك الاثنين يا رب. ال 20,000 جنيه دي بقى تجيب لك 11 برو ماكس. انا ما اعرفش ايه يا ابني البرو ماكس ده، بس اي حاجه منك حلوه. يعني اي حاجه تقول الو. ذوقك والله يا امي. هقوم انا اجيب لك بقى التليفون. هو ده ال 11 برو ماكس يا امي اتفضلي. ده اكس اس ماكس. الموبايل ده بتاعي. ايه المهزقه اللي انا فيها دي؟ باين على الراجل ده امين يا امي، فعلا جايب تليفون يستاهل 20,000 جنيه. طبعا يا جماعه هو في ايه؟ ايه البتاع اللي بتطير دي؟ يا رب ما تطلع ناموسه وتفشخني وانا نايم. شكلك كده بتفهم في الايفونات. ايوه طبعا فاهم فيها، انا بمسكها من صغري. اديله يا ابني الفلوس عشان نمشي. حاضر يا امي. حاضر يا امي هديله 20,000 المزوره. اتفضل حضرتك فلوسك. تمام انا طبعا مش هعد وراك بقى، انا واثق فيك وفي الحاجه يعني. كداب يا اسطى. انت نصاب اصلا. مش عارف ليه الست دي شكلها مش غريب عليا. انا دماغي وجعتني. يعني انتوا مين فيكم كسبان ايه ومين فيكم نصب على التاني؟ انا مش فاهم. طب ما هو برضه نصب. ما هو ما اداهمش 11 برو ماكس واداهم ايفون يعملوا دلوقتي بتاع 7,000. مين نصب على التاني دلوقتي؟ هل هنوصل دلوقتي المشهد اللي هو الحمد لله خدنا الايفون 11 برو ماكس وادينا له 20,000 مزوره؟ تاني هيقول ايه دي ال 20,000 مزوره بتاعتي؟ طب الحمد لله اديت له من اكس اس ماكس ابو 7,000 جنيه. لا متاكد ان انا شفتها في حته قبل كده. بس يلا مش مشكله، نصيبها خدت الاكس بدل ال 11 برو ماكس. بنعد بقى الفلوس زي ما انا قلت. الفلوس دي مزوره.
بس كده مش مشكله، انا كده كده اديتها الفلوس المزوره. هو ليه في ذكريات في الموضوع؟ هو عدى قد ايه اصلا على الموضوع ده؟ عرفت اخد حقه زي ما لبسني الفلوس المزوره عرفت البسها له. لا وكمان ايه، مدينا الاكس على اساس 11 برو ماكس، يفتكرنا مش هنفهم. يلا بينا. انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ مش فاهم. انا ما اظنش ان لو في حرامي سرق المحل بتاعك يعني نص جسمك جوه الباب هتبص من بره كده لسه موجود ولا لا. خلاص يا اسطى هترجع تاني تقعد في التكييف، بس ممكن تطلع تدور عليه عادي. كل مره بتضيع مني. انت يا شبر ونص تلبسيني الفلوس المزوره اللي انا كنت ملبسها لك وتطلعي بايفون اكس. طب احنا الاول كنا متعادلين، دلوقتي انت بقيت 2-1. استنوا بقى اللي هيحصل. هو كسر الحاجز الرابع اهي. هروح سيدي بقى يا جماعه. حمو الكت 106 مليون لايك او 4.2 مليون فولورز. الراجل فيكم يجي يقف قصادي ولا قعدت تكاكين تقلت رجليكم؟ الكلام ده حد فينا داسلك على طرف؟ تلاقيهم على طيشك اللي بتقطر معاهم وجاي ترمي بالك على. انا راجل لابس جلابيه وكل اللي بيلبسوا جلابيه بيعملوا كده. اوفيشال اكونت اوف ذا اكتور حمدي اشور 2.7 مليون فولور. صوره غريبه 32 مليون لايك. يا ترى انا بمثل شخصيه مين؟ قول لي يا الالماني. ماشي انا عرفت الاجابه، مش هكمل الفيديو. التيك توكر لما يعاكس. يا امو مش هتعملي حركه الاكسبلور اللي لابسه كوتش النايك؟ هموت وتعملي لايك. يا نفسي يا ايمان تخش لي الانستجرام. انت بتضربني بالرصاص يا محمد؟ انت مجنون؟ انت مجنون؟ شايف عملت ايه؟ شايف؟ انا قلت لك ما تجيش بره اوضتك، حصل ولا انا قلت لك ما تخرجيش بره اوضتك، حصل ولا ما حصلش؟ زعلني ليه؟ ها؟ زعلني ليه؟ لا ده عقلي ولا هو الواد ليه دايما بيشكل وهو بيتكلم؟ اللي ما بيسمع عن كلام. لا انت ما تزعلنيش، ما تعليش صوتك عليا، انت فاهم ولا لا؟ جوزي وقلنا ماشي وخايف عليا وقلنا ماشي، لكن تديني بالروسيه لا كده مش ماشي. دي مش روسيه، ايه دي؟ والله الصوت ده بيتحط اوت اوف كونتكست. في اسطوره حبيت انهي بيها، ناس كتير قوي قالت لي عليه بالاسم، يعني ما بعتوليش حتى افلام، لا هم قالوا لي اسمه ان هو بحر واسع جدا. كان اسمه ايه؟ محمد عبده 2025 اوف، عنده 3 مليون فولورز 40 مليون لايك. ذا اوفيشال اكونت اوف ذا ارتست محمد عبده اون تيك توك. اشهر مقاطع، تعالوا نشوف اشهر مقاطع. اغلى ترمس في العالم، اغلى حليب في العالم. انا هغمض عيني واسكرول واللي الماوس هيجي عليه هدوس عليه. بنت بتبيع اندومي اللي ياكله يضحك بصين. قشطه قشطه، ده احسن اسم شفته لحد دلوقتي عامه. استاذه الاندومي ده بيخلي اي حد يموت من الضحك ويقعد يضحك طول النهار. اندومي بطعم الكتامين. ايه ده بجد؟ انا مخنوقه قوي يا حبيبتي وكان نفسي في حاجه تضحك. حبيبتي عايزه اندومي بيخلي الواحد يضحك ويبقى مبسوط. طالت بيها مخدرات الاطفال. ميجا مايند المين كاركتر. يا بنت يا حراميه انت اكلت الاندومي ده وما ضحكتش. عارفين في 3 كانوا بيضحكوا قبليك اصلا، دمك تقيل ولا ايه؟ استاذ ما الناس بتاكل وتضحك. يا بنت بقول لك انا اكلت نص العلبه وما ضحكتش ومكشر زي ما انا اهو. يا استاذ ما فيش حاجه اسمها اساسا اندومي بيضحك. اوه دي معتمده على البلاسيبو. يعني انت ليه يا حراميه قلت للناس ان هو اندومي بيضحك وبيخلي الواحد مبسوط؟ يا استاذ انا بدي للناس تفاؤل وفي حاجه اسمها اصلا اندومي بيضحك. الناس اللي ضحكت دي يا استاذ عشان عايزه تضحك. ايه يعني ده مش اندومي بطعم الكتامين؟ لا على البطل. ايه العقل الباطل ده؟ ترو. بصراحه في فكره ورا الفيديو جميله جدا، اخيرا حد بيفهم. اندومي حشيش حصل. تعالوا نعمل تاني نفس اللعبه دي، هتبقى لعبه محمد عبده. انا اغمض عيني اهو. لا تحكم على الاخرين بالخطا. ايه يا عبد الله؟ بص يا عبد الله، بص الراجل عمال يبص لنا ازاي. ايه يا عبد الله؟ بص يا عبد الله، بص الراجل عمال يبص لنا ازاي. يا بابا ده فعلا عمال يبص عليه. هو مش مريب، هو حاجه اكبر، يعني هو عامل كده، هو باصص لك دايركتلي، اللي هو ما فيش حتى اللي هو الراجل ده غريب، الراجل بيعمل حاجه غريبه اللي بيبص لهم كده اللي هو ويفضل باصص مثلا، او في حاجه وراه، هو اختارك عشان يقف يجادجك يبص لك كده. ايه يا عبد الله؟ بص يا عبد الله، بص الراجل عمال يبص لنا ازاي. يا بابا ده فعلا عمال يبص علينا بقاله كتير. بص قدامك يا جدع. قله الادب دي. اكيد هيطلع اعمى يعني. تصدق راجل قليل ادب ومش هو لسه واقف، بس هو شاف في اللحظه دي، يعني هو في اللحظه دي رجاله بصره. ترى انت بتكلم مين يا في يا اولاد؟ ايه اللي بيحصل؟ انا كمان مش سامع عامه. في ايه يا اولاد؟ ايه اللي حصل يا استاذ؟ يا كفيف ايه الصوت ده؟ وطي. ايه اللي حصل يا استاذ؟ فهمني بس. حقك عليك. قشطة. عامة انا هبقى اعمل كده في الشارع، يعني هبقى ابص كده انزل للناس اجادجهم، اقف في الشارع اعمل كده وبص عليهم
اول ما حد يقرب مني ايه في ايه يا استاذ، ايه يا استاذ، حد بقى ايه ما يبوس راسي واكمل جادجمنت براحتي. في حاجه حصلت؟ مفيش حاجه حصلت يا راجل يا مريب. انا عيت هوى جفيف حقيقي، حسب الله ونعم الوكيل. انا الله جنت هيت. انا محتاج امشي. او تعالوا نشوف حاجه بره اشهر المقاطع، يعني تعالوا نشوف مثلا ال 16 مليون ده. ايه يا حبيبتي في ايه؟ والنبي بس تقوليش امشي، خليني قاعده معاكم. يلا بنت انت امشي من هنا انت. هو ايه ده؟ هو ليه؟ هو ايه الكاركتر دي اصلا؟ ايه يا حبيبتي فاهميني؟ والنبي يا عم ما تسيبونيش. انا جاي اقعد معاكم عادي. انا مش بعمل، ما عملتش حاجه مش عامله خالص يعني. طب اهدي بس يا حبيبتي وقولي لي، في حد بس بيجري وراك؟ انا هقل تاني لان هم تقريبا صلحوا مشكله الصوت زي كده. انا جبت مايك جديد. اوكي، حد مضايقك قولي لنا طيب واحنا هنشوف الموضوع ده. عمو وحياة بنتك ما تخلينيش امشي، خليني قاعده معاكم. هم ليه كانوا هيمشوها اصلا؟ ما ايش طب تقعد يعني. بنتك يا محمد، البنت دي تعرفك ولا ايه؟ هم ليه في حاجه؟ ايه يا وعد يا حبيبتي، قومي تعالي. ايه يا بنتي يا حبيبتي، انا كنت بدور عليكي من بدري. انا جدتها. دي مش جدتي خالص. مش جدتي خالص يعني، ممكن تبقى امي مثلا او خالتي، بس مش جدتي خالص يعني. جدتي مش بالشكل ده. امشي اتكل على الله يلا. بقول لك امشي بدل ما اوديكي في داهيه. امشي. اهدى يا محمد اهدى. بقول لها امشي بدل ما اوديكي في داهيه. وفي يا محمد مالك متاثر بيه قوي؟ وفي ايه يا دكتور مينج مالك في ايه؟ عارف بنتي يا اسلام راحت ازاي؟ راحت بنفس الطريقه عشان انا ما حافظتش عليها. ليه بيعملوا كده يا اسلام؟ اقعدي يا حبيبتي، انا هوديك لغايه بيتك مش هسيبك. يا محمد ممكن تكون قريبتها او جدتها وهي ممكن تتبلى عليك. يا محمد جدتها وهتخاف منها كده يا اسلام، البنت مرعوبه قوي وبعدين باين عليها شكلها غريب جدا. ما هو ممكن يكون ما بتعذبها هو ممكن او بتعمل فيها اي حاجه. بتعذبها ايه يا اسلام؟ محمد ما تسمعش كلام اسلام. يا عم ما تسمعش كلام دكتور مينج. لا تسيب البنت دي مع المره دي، احنا مش عارفين مين دي اصلا. خلاص نبقى نعرف الموضوع عشان خلاص واحده زي دي معاش تليفون، ما تعرفش مكان اهلها فين، دي شحطه وكبيره زي الفل اهي. يا عم بس انا مش عارف اسمعك، الفيديو طويل قوي ما فيهوش حتى فين ولا في مش عارف ايه. في واحد صيني وواحد شبه ميجا مايند، انا مش فاهم حاجه. ده كان الوسط الفني، وده كان ممثلين التيك توك، ودي كانت مرايتي اللي انا مصدوم فيها، ودي كانت لو الفيديو عجبك اعمل لايك، اعمل سبسكرايب. احنا لسه برضه بنستفتح وعايزين نقلب رزقنا التاني. قولوا لي في الكومنتس تحت عايزين ايه الدنيا الاربع الجاي نشوفها عن ايه، واحنا لسه ما عملناش اوترو. طيب استاذن انا بقى عشان ورايا مواعيد نوم. انا قلت لكم تعملوا لي فولو على انستجرام. احنا خلاص هنلتزم ان شاء الله، هننزل كل اربع. يعني انا مضطر بقى اوعدكم عشان ادبس نفسي في الكلمتين دول. خلاص انا اهو، اعتمدوا يا رجاله، انا هنزل فيديو كل اربع. ايه الدنيا، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.